عمرك سألت نفسك قبل كده إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات رغم الحجارة الكبيرة اللي صعب أي حد يرفعها بسهولة في زمن ما كانش لسه ظهر فيه الأجهزة المتطورة في البناء؟ طب عمرك حسيت قبل كده إن الأهرامات دي وراها لغز كبير؟ كل المطلوب منك دلوقتي إنك تجيب سماعتك الجميلة وتقعد في مكان هادي وتقفل النور، علشان إحنا النهاردة هنفتح باب الغرفة 13 ونتعرف على أسرار ما وراء الطبيعة، منها موضوع الحلقة. أهرامات الجيزة في مصر، واللي معروفة بمقابر ملوك الفراعنة وهم خوفو وخفرع ومنقرع، المكان اللي اتصنف ضمن عجائب الدنيا السبع وبيجيله زوار من كل أنحاء العالم. طيب، في الأول كده تعالوا نتعرف على عمر الأهرامات مع بعض. طبعا أول إجابة هتيجي في دماغك إن الأهرامات عمرها 7000 سنة، عشان عمر الحضارة المصرية القديمة 7000 سنة. لكن أحب أفاجئك وأقولك إن عمر الأهرامات مازال غامض لحد وقتنا هذا. بس قبل ما نتكلم عن عمر الأهرامات الحقيقي، تعال أقولك هو ليه هرم منقرع أصغر واحد فيهم مقارنة بالباقيين. الأهرامات كلها اتبنت في وقت واحد، مش لكل هرم زمان معين على حسب قرب وفاة الملك علشان يدفن فيه. والغريب إن الأهرامات مبنية على خط موازي على 3 نجوم في السماء، والغريب إن النجم التالت برضه صغير زي هرم منقرع. وكمان العالم تسلا قال إن الأهرامات دي ما كانتش مجرد مقابر، وكانت أكتر من كده بكتير. وقال إنها اتصممت على أساس إنها تمد طاقة لاسلكية من السماء للأرض، وخاصة من النجوم ال3 دول. علشان كده اتبنت الأهرامات على خط موازي ليها. طيب، هتسأل نفسك سؤال وتقول هما كانوا بيعملوا إيه بالطاقة دي؟ أنا هقولك. فاكر السؤال اللي بتسأله كل يوم لنفسك وبتقول الأهرامات دي اتبنت إزاي؟ أثبتت دراسات أمريكية إن الطاقة دي كانت بتستخدم علشان يتواصلوا مع مركبات فضائية في الكون الخارجي، وإن الفضائيين كانوا بيروحوا للفراعنة عن طريقها. يعني زي ما تقول كده كانت مستعمرة ليهم على الأرض، وإن الفضائيين هم اللي ساعدوا الفراعنة في بناء الأهرامات عن طريق المراكب الفضائية بتاعتهم. ومن أسرار الأهرامات الغامضة للهرم الأكبر إنك لو حطيت أي لحمة أو جثة مثلا في المنحدر السفلي مكان التابوت بتاع الملك اللي كان مدفون فيه، الحاجة دي مش بتعفن. يعني اللحمة ممكن تجف، لكن مش بتوصل لدرجة التعفن الكامل. طبعا لحد دلوقتي محدش من العلماء فهم تفسير ده ايه. وكمان اكتشفوا ان الهرم الاكبر بيقع على نفس الخط الارضي الموازي لمثلث برمودا في المحيط الهادي. يعني لو جبت خريطة العالم مسطرة وحاولت تحدد مكان مثلث برمودا من بداية المسطرة ومكان الأهرامات من نهاية المسطرة، هتلاقي إن المسطرة مستقيمة بالظبط في نفس الخط. والغريبة إن المكانين سواء كان الهرم الأكبر أو مثلث برمودا بتختفي فيهم أي شبكات لاسلكية. وكمان بيتقال من بعض العلماء إن في جزء من الهرم الأكبر مفقود، والجزء ده هو اللي مرسوم على عملة الدولار الأمريكي ورمز الماسونية، وإن الجزء ده كان بيستخدم في أشياء غامضة أيام الحضارة الفرعونية القديمة. وعلى فكرة القطعة دي مش مفقودة ولا حاجة، هي موجودة، بس موجودة مع جهة غامضة محدش يعرف عنها أي حاجة. وأكبر دليل على الكلام ده إن في بعض الباحثين لقوا ترابط قوي بين العين المرسومة على الهرم بالعلامة الماسونية والقطعة المفقودة دي. يعني بالمعنى الأسهل إن هم بيوجهوا رسالة للبشر إن القطعة دي من خلالها قادرين يشوفوا بيها العالم كله، ولكن بدون سيطرة كاملة على العالم. وإن السيطرة الحقيقية هتيجي لما الماسونية تقدر توصل للقطعة دي.
ساعتها هيقدروا يسيطروا على العالم كله زي ما كانت الحضارة المصرية أعظم وأقوى الحضارات القديمة. وكان السبب راجع لسيطرتها على كوكب الأرض من خلال طاقتهم وأسرارهم الغامضة. ومن شدة تعلق الماسونية بالأهرامات اكتشفت السلطات المصرية كذا مرة بأن في اجتماعات معينة بتمارس كل سنة طقوس غريبة في الأهرامات. وكمان كانوا بيولعوا شموع الساعة 1 الفجر، وفي شهود عيان قالوا إن هم بيفضلوا يقولوا ألحان بصوت عالي بلغة غريبة. ولما في ناس منهم اتسألوا في كذا حوار صحفي قالوا إن هم بيعملوا كده علشان يطلبوا الطاقة من الآلهة الكونية اللي موجودة في الأهرامات، وإن التواصل مع الأرواح دي والاتحاد بيهم بيبقى سهل من خلال الأهرامات، لأنها بتعتبر بوابة مفتوحة للأرواح دي يقدروا يتواصلوا معاهم بسهولة. وأبسط مثال على كده إن في يوم 11/11/2011 لما كان الشعب المصري ملهي في أجواء الثورة المصرية، جت مجموعة غامضة ادعوا بعد كده إن هم من الماسونية وجماعة كابالا اليهودية. عملوا حفلة قدام الأهرامات ال3 في الجيزة، وكانت الأهرامات في الوقت ده مولعة بأنوار مرعبة لأنهم حطوا شموع كتير لدرجة إنها حاطت بمكان الأهرامات ال3. وكان لبسهم ساعتها غريب ومرعب، بيشبه لحد كبير لبس حفلات الماسونية الغامضة. بس الحفلة فشلت في وقتها، وده كان بسبب إن الشرطة المصرية وقفت اللي بيحصل ده. ولما حققوا مع الناس دي واللي كان عددهم أكتر من 1200 شخص، معظمهم كانت إجاباتهم متشابهة، وإنهم كانوا بيجوا الأهرامات كتير يعملوا الحفلة دي تكريما لكريستالات الطاقة الموجودة والأرواح البعيدة اللي متأكدين في يوم إن هم هيجوا ليهم من بعيد عن طريق الأهرامات ويوصلوا للمكان الغامض اللي موجود في الفضاء، اللي المصريين القدماء كانوا قادرين من خلاله يتواصلوا مع الفضائيين ويتحكموا في العالم كله، واللي ساعدهم في بناء المعابد والأهرامات بالحجم الكبير ده. رغم كل اللي سمعته في الحلقة دي النهاردة، العلماء لحد دلوقتي بيقولوا إن كل الأسرار والغوامض المكشوفة عن الأهرامات دي تعتبر إبرة في كوم قش، ومازال في ملايين من الأسرار عن الأهرامات لسه محدش يعرف عنها حاجة. أنت برأيك، هل فعلا الكلام ده كله صح ولا لأ؟ وهل فعلا في ترابط قوي بين الأهرامات وطاقة الماسونية في التحكم في العالم ولا لأ؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش لايك وشير واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.